فابيان اللي عامل مباريات جميله جدا، صحيح حصل له انتكاسه في بعض المباريات، لكن معظم الماتشات اللي عملها كان بيأدي فيها كويس جدا، ويبتدي ياخد كل الايجابيات من اللي قبله ويكمل عليها ويبني. مشكلته ونقاط ضعفه هي الاصابات. يعني عندك لويس دانك تعتبر مشكله كبيره في دفاعات النوارس. فيلتمان مشكلته نفس الكلام، فيلتمان كان بيعتمد عليه اعتماد شبه كلي، لكن قدام جوارديولا ميجا مايند انت سهل حاليا في وسط الخسارات والانتكاسات اللي عماله تحصل للميجا مايند، انت سهل انك انت تلعب على نقاط ضعفه، لان هو مصمم على جفارديول. واحنا اتكلمنا على القصه دي وقلنا بلاش جفارديول، بلاش برناردو سيلفا، لعبه برضه وقعد مرموش عليه يعني بحجه الصيام، وكانت مشكله كبيره وخيبه امل بالخساره في المباراة اللي فاتت. بلاش كل شوية نقعد نغير في العمود الفقري، لأن ده بيفرق جدا مع الهارموني بتاع اللعيبة، خاصة إن معظم اللعيبة أصبحت جديدة. كان الكلام ده ما بيفرقش قوي لما اللعيبة بقى لها 3 4 5 سنين في نفس الفرقة. غالبا مش هنلعب تشامبيونز ليج السنة الجاية، فطبعا ده يعني بعد كل المصاريف دي يا جوارديولا صعب جدا إنك تطلع تتكلم وتصرح بتصريح زي ده. لكن أنا فاهم جوارديولا وطريقته، بيسحب شوية من الضغط على اللعيبه، وان هو لازم يفضلوا في التوب فور. فدي قناعات معينه، لكن هو طبعا عنده فرصه كبيره، عنده فرصه كبيره جدا. المباراه دي مباراه صعبه، حصل عنده بيدرو وروتر ومينتي بيقدموا مباريات ممتازه، ويلبك عائد من اصابه موجود، ميتوما والخطر الدائم اللي بيعمله من ناحيه الشمال. مينتي بيقدم مباريات ممتازه، اللعيب الافريقي يعني اكتشاف لعيب ممتاز. وبيدرو نفس الكلام، يعني جواو بيدرو بيقدم مستويات كويسه، وروتر من تحته. هنشوف باليبا وهينشل وود في نص الملعب، نص ملعب يعتبر قوي للنوارس، وهيك وويبستر الاثنين قلب الدفاع، وستوبينيان والادوار المهمه اللي بيعملها الهجوميه والدفاعيه. كفايه بقى يا برناردو سيلفا، حط مرموش يا حبيبي، حبيب نشوفه بيتحرك، عايزين نشوف ابننا مرموش. برناردو سيلفا دوره تقريبا منعدم بقاله فتره طويله، وخلاص الموضوع انتهى، وانت مش هتجدد له خلاص بقى. وجود كونساليس مفيش شك ان هو مهم جدا. خوسانوف من وجهة نظري لازم يكون موجود. روبن دياش اساسي. وجوده مع مرموش في الملعب مش حابب يعملها جوارديولا، حابب يسيب مرموش هو يقوم بالدور ده ويخش لجوه وما يلعبش على الطرف باستمرار، ويسيب مساحات لجوارديول اذا كان هو اللي هيلعب. هالاند مفيش غنى عن سفاح الشباك، انه بيخش بين قلبين الدفاع ويعمل المشاكل اللي بيعملها، سواء بسرعته او تحصل على عرضيه كويسه من دوكو، اللي لازم دوكو برضو نشوفه في الملعب. الماتش ده هيكون ماتش فعلا للفرجه وماتش جميل، اتمنى تستمتعوا بيه. ويلا نشوف ايه الماتشات التانية اللي معانا.